مع كلية الصيام، فهي جامعة متكاملة، وكل عملها في الإنسان أن تحسنه بينه وبين ربه. تلك الجامعة نعيش مع كلية واحدة فيها في هذا اليوم، وهي كلية حسن الخلق. لأن الصوم إن لم يكن لك محسنا لخلقك بينك وبين الله عز وجل فليس منه فائدة. أيها الإخوة الأحباب، رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كل دعوته وبعثته يقول عنها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نحن نعلم ذلك، ونعلم أن حسن الخلق إنما هو ضمان لك في الجنة يوم القيامة. لكن ما حسن الخلق الذي أتحدث عنه؟ حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: قسم بينك وبين نفسك، وقسم بينك وبين الناس. حسن الخلق الذي بينك وبين نفسك هو ترك الغيبة والنميمة وسوء الظن في نفسك، وترك الذنوب الصغيرة والكبيرة ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يأتي في نفسك لمسلم إلا خيرا في نفسك. هذا هو حسن الخلق في نفسك. فإن حسن الخلق في النفس الذي بينك وبين نفسك أنت ما يجعل في الإنسان إلا سلاما نفسيا داخليا يتعايش فيه بينه وبين الناس، يتعايش الإنسان به بينه وبين الناس. لأن الشيطان عندما يسمع أن داخلك سوء خلق ينميه بينك وبين نفسك، ويجعل يوسوس لك في قلبك، يقول: إن فلانا فعل كذا وكذا وكذا، وتشك في فلان، ويسوء ظنك في فلان، وتفعل الذنوب صغيرة وكبيرة، فيظل الشيطان مسيطرا على نفسك، لأن حسن الخلق بينك وبين نفسك ليس موجودا. فيعيش الإنسان في سلام داخلي إذا كان عنده حسن خلق بينه وبين نفسه. النوع الثاني بينك وبين الناس. حسن الخلق بينك وبين الناس يشمل جهات المعاملات اليومية كلها، من صدق وأمانة وسلامة قلب، وكل خلق تراه حسنا من عفو وغفران وحسن ظن بينك وبين الناس وما إلى ذلك. حسن الخلق بينك وبين الناس اسمعوا إلى القرآن الكريم ماذا يفعل من حسن خلقه يفعل بينه وبين الناس. يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. قدم دائما، قدم الذي هو أحسن لك وللناس. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كم من الناس إذا كانت بينك وبينه عداوة وحسن خلقك في معاملتك بينك وبين الناس، ويأتي لك صديقا
تزيل العداوة من قلبه. للأسف كل الناس عندما يكون بينه وبين أخ مسلم له عداوة يتخذ جميع الطرق لسد هذا الشخص من الحياة، يتخذ جميع الطرق لقطع الاتصال بينه وبين هذا الشخص. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يراه، لا يريد أن يقتنع به مرة أخرى كأخ له وصديق له في الإسلام. بالعكس، إذا حسن خلقك وجعلت ذلك دائما لك في حياتك تجعل من عاداك بينك وبينه حسن خلق في معاملتك، تكون شهما في معاملتك، يأتي لك كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا إلى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المجادلة لمن ترك المجادلة وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. اسمعوا: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أيها الإخوة الأحباب، إن من أفضل الأشياء لمغفرة ذنبك هي حسن الخلق. فإن تاجرا لم يعمل خيرا قط في حياته، وعندما قبض ووقف بين يدي الله قال له الله: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا. قال له ربنا تبارك وتعالى: ولكنك كنت تتجاوز عن المعسر. هذا التاجر كان يقبض المال، وعندما يقول لعامله: اجمع المال فانظر الموسر فخذ منه وانظر المعسر فتجاوز عنه. فقال له الله عز وجل: لقد تجاوزنا عنك كما تجاوزت عن المعسر. حسن الخلق فقط؟ نعم، من أهم الأسباب في قبولك أنت في الجنة يوم القيامة. أيها الإخوة الأحباب، حسن الخلق في كل نظرة تنظرها، في كل مسمع يقع في أذنك، في كل خطوة تمشيها إلى الخير، في كل رفعة يد إن كانت في خير أو في شر، في كل لقمة دخلت في بطنك، في كل ظن ظننته في أخيك. حسن الخلق يجمع جميع مراحل الإنسان. أيها الإخوة الأحباب، يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا على حسن الخلق. يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة إجابة إلى الله، عسى أن تكون تلك الساعة. لماذا أقول أن الصوم مدرسة للأخلاق؟ لأن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الصائم في حسن خلقه في منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصوم مدرسة لنفسك أنت، تمتنع عن شهوتي البطن والفرج، تعود نفسك أنت عليها. ومن عود نفسه في منع شهوة يعيش بها في حياته كان سهلا عليه أن يمنع نفسه من سوء الخلق في دنياه. لذلك اتخذ من رمضان مدرسة لنفسك في حسن الخلق. إن كنت كثير الكذب، إن كنت كثير خيانة الأمانة، إن كنت كثير سوء ظن، إن كنت كثير رشوة، إن كنت كثير في سوء خلق تعيشه أنت في حياتك، فباعد بينك وبينه في رمضان. وإذا عشت في رمضان 30 يوما تصومها
وتمتنع عن سوء الخلق ستعود نفسك على حسن الخلق في حياتك، لأن من أمسك عن شهوتي البطن والفرج كان سهلا عليه أن يمسك نفسه عن سوء الخلق في حياته. فقط خذ من هذا شيئا لوجه الله، أن تمتنع عن سوء الخلق لوجه الله، وانظر إلى حالك كيف يتغير. والله الذي لا إله غيره ما مر علي رمضان إلا ورأيت أناسا على أقل قليل يتشاجرون فيما بينهم، على أقل قليل يضيعون صيامهم في ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، على أقل قليل يتخذون أخذ لهم في الإسلام عدوا لدودا لهم، فما بالك بهؤلاء الأغراض؟ حسن الظن أولى الناس به، حسن الخلق أولى الناس به أقاربك الذين يتعايشون معك، أولى الناس بحسن صحبتك أنت أقاربك الذين يعيشون معك، فما بالك بحسن الظن للقريب وحسن الظن للغريب؟ أيها الإخوة الأحباب، حسن الظن وحسن الخلق من الأشياء التي تقربك أنت لله عز وجل في كل فعل. لماذا؟ لأن الله عز وجل مطلع عليه، والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم مطلع عليه، وما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. فاللهم اجعل أخلاقنا من مكارم الأخلاق، واجعل أخلاقنا حسنة بيننا وبين ربنا، واجمعنا دوما على من يحسنون أخلاقهم في معاملتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم أزواجهم خير من أزواجهم وبيوتا خير من بيوتهم وأولادا خير من أولادهم وأسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا. اللهم اكتبنا جميعا من المغفور لهم في رمضان. يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن للقلوب صدأ مثل صدأ الحديد، وإن ذهاب صدأ القلوب إنما هو الاستغفار. فاستغفروا الله العلي العظيم يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم.